السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن شخصيه كده دخلت حياتنا قبل كده. بس قبل ما نتكلم يلا بينا نصلي على النبي الاول. نكر الجميل اسوأ نوع ممكن تقابله في حياتك. مين فينا ما دخلش حياته الشخص ده؟ الشخص اللي كنت سند ليه ووقفت معاه وضحيت عشانه، وفي الاخر ولا كأنك كنت موجود. المشكله انه بياخد منك كل حاجه، ومجرد ما يقف على رجله ينسى فضلك ولا كأنك عملت له حاجه. طب ازاي تعرف نكر الجميل قبل ما يلدغك؟ دايما بياخد وما بيديش، بياخد كل حاجه حلوه منك وبرجع لكش اي حاجه، ولا حتى بقول كلمه شكر، لان في عقله المريض شايف ان ده حق. اول ما يقف على رجله ويتصرف ولكنك ساعدته، والاسوأ من كده انه ينكر انك كنت سبب في نجاحه. نكر الجميل اخطر من العدو، لان العدو واضح بتعرف تتجنبه، اما نكر الجميل بيدخل عليك بصورة اخ، صديق، شخص بتحبه، بس اول ما بتجيله فرصة بيبقى اول واحد يطعنك في ظهرك. طب ازاي نتعامل معاه؟ افهم ان العطاء مش لكل الناس، مش كل واحد محتاج مساعدة يستاهلها. لما تساعد حد ساعده لوجه الله، مش عشانه، عشان لما ينكر تبقى عارف ومتأكد ان اجرك عند ربنا مش عنده. اقطع علاقتك بيه بدون ندم، اللي ما يقدركش اول مرة مش هيقدرك 10 مرة. الخلاصة، مش كل حد بتقف معاه يقف معاك، ومش كل حد بتديله ظهرك هيكون سند ليك. فخلي بالك، في ناس دورهم في الحياة ان هم ياخدوا ويمشوا، فما تقفش تستناهم. السؤال هنا بقى، انت كم مرة قابلت ناكر الجميل في حياتك؟ هو في ناس هتقول كتير. ما تنساش تعرفني في التعليقات. سلام.